وكتبنا H2O. اخر عنصر اشرحه وهو عنصر ال ABBR، وهو جاي من كلمه abbreviation. يعني ايه كلمه abbreviation بالعربي؟ معناها كلمه اختصار. العنصر ده زي ما احنا قلنا معناه بنستخدمه علشان خاطر نوضح ان الكلمه اللي انا هكتبها مثلا دلوقتي دي هي اختصار. انا هنا مثلا في المثال ده جيت قلت ان HTML is a markup language. طبعا لو انت فاهم HTML هتكون عارف ان ال HTML هي اختصار لكلمه Hypertext Markup Language، لكن لو انت مش عارف معناها هتتوه ومش هتكون عارف ايه هي ال HTML اللي احنا كاتبينها هنا. فبالتالي اقدر استخدم عنصر ال ABBR، اجي هنا اعمل opening tag و closing tag واخد ال HTML من هنا واحطها جوه ال ABBR. بالتالي انا كده وضحت ان ال HTML هي اختصار لحاجه، او هي عن طريق اتريبيوت او صفه. احنا هنا شرحنا الاتريبيوتس مثلا زي نيم وكونتنت واشرحها بالتفاصيل في فيديو تاني. هنا برضو ال ABBR نقدر نستخدم اتريبيوت وهو اسمه التايتل. نقدر نيجي هنا نكتب تايتل، ونقدر جوه التايتل نكتب ال HTML ده هو اختصار لايه. مثال بسيط، احنا النهارده كتبنا HTML، هنكتب في التايتل الجمله الكامله، هنيجي هنا نكتب Hypertext Markup Language. هنشوف ايه اللي هيحصل ان هنلاقي ال HTML اللي خد الرساله ده اتحط تحتيه كنقط، ولو انا وقفت عليه بالماوس هلاقي كتب لي الجمله اللي انا كاتبها في الصفه او الاتريبيوت تايتل اللي هنا في الحاله دي Hypertext Markup Language. فبالتالي فادنا ان لو انا بشرح موضوع عن حاجه ومش متاكد ان اللي بيقراه عارف ايه الحاجه دي، يفضل طبعا اني اكتب الجمله جوه التايتل عشان خاطر لو هو عمل هافر عليها او وقف عليها بالماوس يقدر يشوفها. وطبعا مهم للاكسسبيليتي علشان خاطر لو حد بيستخدم السكرين ريدر او قارئات الشاشه غير انها بتقرا اللي جوه عنصر الاي بي بي ار اللي في الحاله دي HTML، هتقرا له كمان ايه هو اللي جوه التايتل، وبالتالي الشخص اللي بيسمع هيكون فاهم احنا بنتكلم على ايه.